خطوتين لورا الموسم الثاني هنسمع قصص حقيقية عن رحلة الوصول للحلم، لناس حلموا وعافروا ووصلوا لأبعد من الحيطان. ضيوف حلقة النهاردة 3 من أهم المنتجين في مصر: محمد حفظي فيلم كلينيك، طارق الجنايني تي فيجن، محمد مشيش بلو بي برودكشنز. ازيكم؟ وصلنا للحلقة السابعة من الموسم الثاني من خطوتين لورا، معرفش ازاي. ومعانا النهاردة حلقة مميزة، ناس معاها فلوس كتير منتجين سوري. معايا 3 من أكبر المنتجين في مصر النهاردة، في العالم العربي. لسه أقول والله في مصر والعالم العربي. محمد حفظي، محمد مشيش، طارق الجنايني. ازيكم؟ اهلا بيك. اهلا بيكم. ايه الاخبار؟ تمام، كله تمام. انا شخصيا عشان بشتغل في الفيلد يعني، والديجيتال وفي الكونتنت وفي الميديا بصفه عامه، فانا متحمس جدا للاسئله، وعندي اسئله كتير جدا جدا عايز اسالها واتكلم معاكم فيها. لو هطلب من كل حد منكم يوصف التاني في كلمه واحده، هتقولوا ايه؟ هبتدي مشيش. لو هتوصف جنايني وحفظي. جنايني انا بالنسبه لي هو منافس قوي وبحترم التجربه بتاعته. بس كفايه. تمام. بس الاستاذ حفظي بعتبره صياد شاطر، بيعرف هو عايز. صفه حلوه دي. وبيعرف يختار الحاجه اللي هي يعني بيختار صح. تمام. دي حاجه كويسه. حفظي شايف كل واحد فيهم ازاي؟ كل حد فيهم ازاي؟ طارق عملي بس بشكل ايجابي جدا، وبيجيب من الاخر يعني. طارق بيجيب من الاخر، دي معروفه. وبقول اللي جواه كده، دي حاجه حلوه تحترم فيه. جريء، صريح، كل حاجه. لا يعني واضح. يعني مشيش بقى انا بالنسبه لي هو مثال للمثابره، وعنده ذوق، ومكافح جدا. واعتقد يعني الحاجات اللي انا قلتها عليهم دي، اعتقد ان هي من اسباب نجاحهم. ده حقيقي. والاثنين فيهم حاجه كتير على فكره مشابهه برضو، ودي من عناصر النجاح. بس هم منافسين لسه زي ما مشيش بيقول. بالظبط. ده حقيقي. طارق شايف مشيش وحفظي ازاي؟ مشيش انا بحترمه جدا، وبحترم رحلته جدا، من ابتدى لفين ووصل لفين. هدي معلش اكزامبل سريع كده. مره قابلت مشيش في دبي، في اللوبي بتاع كامبينسكي اوتيل، قاعد مع راجل كده بيتكلموا، رحت سلمت عليه وبتاع. طلع الراجل ده مدرس اسباني، بيدرسوا اسباني علشان لما يتفرج على الفورماتس اللي هو بيشتريها مش بس يبقى بيقرا السبتايتلز وخلاص، يبقى فاهم اللغه اللي بتتقال ايه. دي واحد بيحترم شغلته قوي، فلازم يوصل للنجاح اللي هو ما شاء الله وصل. حفظي احنا اصدقاء من واحنا صغيرين، حفظي شهادتي فيه مجروحه، بس حفظي حقيقه حبه للي بيعمله رير جدا. عنده ليفل من الامانه، what you see is what you get بجد. بس علشان من كتر ما هو honest ومن كتر ما هو كلير، صعب قوي تلاقي حد بيزعل من محمد حفظي. ده حقيقي. ودي حاجه تحسب له في فيلد كل الناس تقريبا زعلانه من بعض. صح. لا، ودي حاجه الناس كلها متفقه عليها، فيعني دي شهاده تتحسب لك اكيد. دي الطف حاجه طارق قالها عني من ساعه ما عرفنا بعض. مش هقول حاجه ثانيه. ما تتعودش على كده خلاص. طب كنت بتقول من شويه ان طارق منافس، وان انت بتعتبره كومبيتيشن. لو النهارده جالك شغلانه معينه واتعرض عليك مسلسل معين او عمل معين هتشتغل فيه، امتى هتقول لا انا مش هعمله، ده طارق اللي ينفع يعمله، البروجكت ده بتاع طارق اكتر مش بتاعي؟ بالحقيقه كل المشاريع اللي انا اشتغلت عليها كان ممكن طارق يشتغل عليها، والعكس صحيح فعلا. اختياراتنا كتير بتشبه بعضها، يعني نفس طريقه التفكير، نفس طريقه الدايركشن والاورينتيشن بتاعت الحاجه. احنا بننفع نبادل، نعمل سواب. فعلا انت بتحس كده؟ ده حقيقي. في مجهود مختلف يعني بنعمل علشان تطلع النتيجه احسن، حتى احسن من اي حاجه تانية يعني بتتعمل. صح. ايه اكتر فكره مغلوطه متاخده عن الانتاج والمنتجين؟ يعني بصفه عامه الانتاج ده، المنتج شغلانه قايمه على البيزنس والفلوس والاحتكار، وليها سمعه كده زي في المسلسلات العربي، رجل الاعمال فاسد. في كده شبهه يعني عند المنتج
مرتبطه بان في حاجه مرتبطة بتحصل بالفلوس حاجه بتحصل من تحت وعايز الترابيزه يوفر كل حاجه وعايز بالظبط. يقتل الناس ويدوس عليهم ولازم عشان يحقق عارف اللي له. يجننك في الموضوع ده ايه؟ ان جزء كبير من الحكايه دي صوره معينه للمنتج اتحطت في افلام كانت انتاج منتج. طب انت وافقت ليه على الكلام عملت ده كده؟ ليه؟ حتى لما بتتعامل مع الممثلين اللي هم او اللي بيشتغلوا معاك في الشغلانه بتحسسوا في لحظه من اللحظات بيحسسوك انه انت عايز توفر، عايز تعمل. هو الموضوع وانا لازم اوفر، مش عشان اخدهم واحطهم في جيبي، عشان اصرفهم في المكان المناسب او في الحته اللي هي هتعمل ادد فاليو للحاجه اللي انا بشتغل عليها. صح. مش عشان اوفرها وهروح احطها في جيبي. وفي ناس بتقايس وبتقوي قلبها، وفي ناس لا بتقول لا انا عايز، يعني في عايز ده وعايز ده. وفي ناس زي استاذ طارق بيعمل الاثنين عادي يعني. ازاي؟ ايه اللي في شخصيتك يا حفظي اللي انت متخيل اللي هو اهلك النهارده ان انت تخترق هذا السوق وتفرض نفسك واسمك وتبقى واحد من اكبر المنتجين في مصر النهارده؟ انا متهيألي نمره واحد، انا متهيألي ذوق المنتج في اختيار الموضوع. متهيألي دي حاجه مهمه جدا، يعني ان هو يبقى عنده الفلتر انه يقدر يعرف ايه الموضوع اللي يختاره، اللي هيطلع موضوع مش بس ناجح، بس موضوع ذو قيمه، يعني موضوع فيه قيمه ما. كمان في مفهوم خاطئ عن المنتج ان هو دايما عدو المخرج، ان هو انا وظيفتي كمنتج ان انا ما احققلكش اللي انت عايزه، او ان انا اوفر، وان المخرج عدوي وانا عايز حاله حرب على طول. وبشوف العلاقه دي ماشيه بشكل غير سوي كده كتير. بس هو ما شاء الله هو مريح المخرج، يعني انت صعب قوي ان انا او مشيش نشتغل مع مخرج ورا حفظي على طول. يعني لازم يروح يجرب مع حد تاني الاول قبل ما يجي من عند حفظي مرتاح اوفر يعني. انتوا شخصيات مختلفة والمنتج برضو مدارس مختلفة. في المنتج بتاع البيك بيكتشر، وفي حد اللي هيشمر ويخش ويبقى حاضر كل حاجة في التصوير وموجود في البوست وفي اللي مش هيروح التصوير غير لو بتحصل مصيبة. مين فيكم عامل ازاي؟ كل حد لو هيشوف نفسه او يقول لنا هو عامل ازاي، انت انهي منتج فيها؟ لا انا اللي بيشمر بفوت في كل حاجه، في كل تفصيله يعني. حتى في كل يعني من اختيار القصه وانت ماشي مع الاتفاق مع المخرج، بعدين الممثلين، بعدين حتى اخر مرحله تسليم اخر حلقه او اخر حاجه. يعني ما فيش تفاصيل ثم التفاصيل ثم التفاصيل. ده عندي انا مايكرو تفاصيل، يعني اي حاجه انا عايز اشوفها. اوكي. يمكن ده مرض معرفش ده حاجه كويسه ولا وحشه من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي دي ميزه. اوكي. ان عندي باور اعمل ده. وقادر تعمل كده لما يبقى عندك كذا حاجه في نفس الوقت. انا بنظم وقتي، وطبعا حياتي زيرو الشخصيه، بس بستمتع. انا بتستمتع بالطريقه دي. حفظي انا لا اختلف شويه عن مشيش، ان انا يعني ببقى متدخل جدا في الجزء بتاع تطوير الورق، تكوين المشروع، حاجه بتستمتع فيها اكتر. اختيار فريق العمل. وده الادج اللي عندك برضو، اصلي انت استاذ في الحته دي يعني. والصراحه يعني بتدخل قوي برضو كمان في مرحله المونتاج والبوست ولحد ما العمل يخرج وكده. الجزء بتاع التصوير انا مش بشوف ان انا مش احسن حد ان انا ابقى اون ذا جراوند كل يوم في التصوير من الصبح بالليل. أوكي. مش بشوف ان ده الدور اللي انا المفروض العبه، لان في ناس احسن مني في ده. والمفروض انت برضو عندك فريق، يعني انت يعني عندك فريق من الانتاج صح. وفريق من المساعدين وكده، فيعني ودي الطريقه الوحيده اللي بقدر اعمل كذا عمل في نفس الوقت. صح. يعني انت قلت ان انا منتج معروف ان انا بعمل شراكات، ما ده اللي بيخليني برضو اقدر اعمل اعمال كتير في نفس الوقت. يعني انا لما تقدر تعمل كنترول عليها اكتر، اعمل 4 افلام ومسلسل مثلا، انا مستحيل هعمل ده لو انا يعني يمكن مشيش قادر يعملها، لانه عنده هو لقى السيستم بتاعه ولقى ناس متفاهمه معاه بطريقه معينه. بس انا بالنسبه لي ده بيبقى مرهق قوي. يعني انا مثلا كنت بصور فيلم في السعوديه في الاردن، فيلم سعودي يعني، وده من المرات القليله فعلا ان انا تقريبا كنت في التصوير 70% من الوقت. يعني انا قعدت اشتغل مع حيوانات واطفال واكشن وجرافيكس، مش متعودين نصور فيها، فعلى حسب العمل وعلى حسب بس يعني يمكن طارق برضو من هو انت انهي منتج فيها؟ انا بيتهيألي ميكس ما بين الاثنين. انا ببقى برضو في موضوع اختيار القصه والعمل ونبتدي نشتغل عليه لغايه لما نوصل، لان انا بحاول دايما على قد ما اقدر ما اخشش مسلسل غير وكله مكتوب، ما اخشش فيلم غير ومعانا النسخه النهائيه، ما يبقاش فيه تعديلات واحنا ماشيين. ما بروحش التصوير كتير. انا بعوض عدم مروحي كل يوم بان انا بتفرج على الرشز اللي بتتصور النهارده، بتفرج عليها بكره. بتعمل كده 100%. لو مثلا اخر يوم في ديكور لا هروح،
لانه ده معناها اني حتى لو اتفرجت على الراشز بتاعت بكره لو لا قدر الله في مشكله في حاجه مش هعرف احلها لان احنا مش راجعين الديكور تاني. لو في سفر ببقى موجود فيه، لو في حاجه. والحاجه الاخيره ان انا ببقى موجود في البوست كله، موجود على طول، موجود في البوست 100% لغايه لما الحلقه يتعمل لها لوكينج من اول حلقه لاخر حلقه وننقلها على هارد ديسك ونسيف. فده بيفرق معايا قوي. هسأل حفظي، هل كم المشاكل اللي بتتعرض لها وكم الظروف اللي حواليك هل ده بيقلل الشغف؟ لا هو مش بيقلل الشغف، بس بيخليك يعني بيزود الستريس، بيخليك حريص يعني اكتر، بيخليك حريص، وبيخليك احيانا تفكر طب انا بعمل كل ده ليه؟ يعني ساعات اكيد كلنا بنسال في لحظه، يعني في لحظه اللي هو انا ما اروح بقى اقعد على البحر ولا اروح اشتغل شغلانه تانية ولا. فبتقول لنفسك ايه لما بيحصل كده؟ بقول لنفسي ان ما عنديش الرفاهيه ان انا اقعد افكر، لازم اصحى يعني اصحى تاني يوم الصبح واشتغل واحل المشاكل وافضل وراها. ما فيش الرفاهيه ان انت تقعد تفكر في الحاجات دي كتير يعني. ايه نوع المشاكل اللي بتتحط فيها اللي هي وجودك كبروديوسر وخبرتك في ال20-25 سنه اللي فاتوا ساعدتك انك تحل مشاكل زي دي؟ لا هي مشاكل، احنا بنشتغل اطباء نفسيين ماشي، يعني هي مشاكل نفسيه عند يعني عند الاشخاص. هو نتيجه انه الناس بتقعد كتير في الست وبتشتغل كتير وساعات طويله ومع بعض، فبصير في تنشن، وجهات نظر مختلفه، كل واحد عنده وجهه نظر فعايز يثبتها بين الممثل والكاتب مع المخرج فبتضطر تنزل انت عشان تهدي الامور وتحل المواضيع، واخر شيء تاخد قرار. فلازم يكون عندك قرار. طيب خلينا نرجع خطوتين لورا ونتكلم على البدايات، وابتدي مع طارق من مدرسه عسكريه في امريكا لعلوم سياسيه. لقيت سكه الانتاج وصلت لها لحد دلوقتي ازاي؟ ايه اللي جاب القلعه عند البحر؟ بالظبط. انا بعد ما خلصت مدرسه في امريكا رجعت مصر، كنت بفكر طب هبتدي اشتغل، طب هشتغل ايه، طب اعمل ماسترز، طب بتاع. المهم قعدت شويه كده ما بفكر في الموضوع، وقررت ارجع AUC تاني واعمل ميجر بوليتيكال ساينس واخش الخارجيه، وخلاص هو ده الكارير اللي انا عايزه. ومامتي كانت طول عمرها مبسوطه قوي تخش السلك الدبلوماسي وبتاع. ف خلصت جامعه كان في مايو، امتحان الخارجيه كان في سبتمبر. ناس اصدقائي كانوا شغالين في طارق نور، فقالوا لي طب ايه ده، ما تيجي تشتغل معانا، وده في هايرنج اليومين دول وبتاع. فقلت لهم انا هقعد بقى اجز وبتاع، تعالى 3-4 اشهر دول هيبقوا لزاز واحد الناس كلها، وكان ناس كتير اصحابي هناك. انا حقيقي لما رحت طارق نور كنت عامل حسابي اني رايح 4 اشهر وماشي. كل شويه كان بيحصل حاجه كانت بتليد لحاجه تانية. انا ما كنتش عايز انتج، انا كنت عايز اكرييت فورماتس وابيعها. يعني لما بدات كان ده التوجه الاولاني؟ تماما. ما كانش في نيتي موضوع المسلسلات ولا الهوا. بس انت مشيت من طارق نور قبل ما تعرف انت لسه هتعمل ايه. انت عايز تعمل شركه انتاج بس مش يعني رايح على سراب، لسه مش على حاجه انت متاكد انك هتعرف تعملها. انا وقتها كنت خلاص خدت القرار ان انا عايز اعمل الشركه. اللي حصل ان انا قبل ما ابتدي الشركه على طول وكنت ماشي من هناك اعمل كده، جالي اوفر شغل مغري جدا، مغري جدا جدا جدا. يعني روتانا طبعا شركه كبيره جدا، شركه محترمه جدا، بس انا ما كنتش مبسوط هناك خالص. الحته اللي كنت فيها ما كانتش بتاعتي. ده كان اول مره في حياتي افهم فكره انه الساعه 5 الظهر بركب الاسانسير وانزل، وده ما كانش انا خالص. انا كنت في طارق نور كان ممكن ابقى 3 ايام في المكتب وكنت ببقى مبسوط جدا. مع اكتمالي للاهداف اللي انا كنت رايح لها بالظبط، كان وصلنا تقريبا 10 شهور. قدمت استقالتي فورا، عملت حسبتي، كنت ابقى محتاج ان انا محتاج تقريبا 3000 جنيه اعيش بيهم في الشهر. كان معايا كام ده؟ 2004. كان معايا 18000 جنيه. فقلت خلاص ادي 18000 جنيه هعيش بيهم ال6 شهور الجايين. اتوفقت تمام، ما توفقتش هرجع بقى لطارق نور. بس الحمد لله دي الخيبه فضل معايا ما did not get exposed. وتوفقت. ابتديت الاول بشويه advertising campaigns. one thing led to another. ابتدينا اول مشروع انا وحفظي. كان ايه؟ كان اسمه افيش وتشبيه. كان مع احمد فهمي وشيكو وهشام. يعني ده كان اول انتاج لي انا وحفظي. ده كان مسلسل؟ ده كان احنا كان واحد صاحبنا اسمه عمر اشرف جاب لنا سيديهايه، كانوا هم عاملين فيلم تريقه على فيلم. فاتفرجنا عليه انا وحفظي، عجبنا جدا. فاتكلمنا معاهم وقلنا لهم تعالوا نعمل حاجه. كان وقتها شيكو كان مهندس في هينداي في الجزء بتاع الهندسه، وهشام ماجد كان مهندس في شرم الشيخ.
ابتدينا المشروع ده، كان اخراج عمرو سلامه، ومساعد مخرج كان محمد شاكر اللي كان واخرج هو فيه برضه حلقات. كان تاليف محمد ناير، واشراف على الكتابه استاذ محمد حفظي. فكان مشروع اسامي الناس كلها الحمد لله. كانت مروه جبريل، مش عارف مروه جبريل الكاستنج بتاع كان ناس كتيره جدا. بقوا اسامي مهمه بعد كده في الاندستري جدا. ايه اول خطوه حسيت في مشوارك في السنين الاولانيه اللي حط اسم طارق الجنايني على الخريطه كمنتج برنامج الشقه؟ كان فكره هند. وهند باي ذا واي اول مسلسل عمله برضه عايز اتجوز كان مع هند. الشقه فجاه حطينا على الخريطه بصوره انه في برنامج وقتها قلب ان هو بقى اعلى برنامج توزع في تاريخ الشرق الاوسط. الشقه لما نزل في التلفزيون المصري نزلوه قصاد برنامج تاني كان معروف قوي وقتها بدون ذكر اسماء بقى، على اساس ان هو هينزل يتفرم يعني. الشقه جاب اعلى ايراد اعلاني في السنه وفي التلفزيون المصري. اتوزع لكل القنوات اللي ممكن تتخيلها جدا 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 بصوره غير عاديه. من هنا ابتدى هو مين ده؟ أيوه. هو في حد يا جماعه بيعمل حاجه وشكله مختلف في الحته دي. وابتدت الحكايه. طيب هنروح عند مشيش وهسالك على ناس كتير قوي ما تعرفش ان انت بدات بالتقديم التلفزيون في نشره الاخبار. كنت تعرف الموضوع ده؟ انا عايز فيديوهات بقى. احنا عايزين نشوف الكلام ده. لا انا اكشلي ابتديت قبل التلفزيون كمان. ابتديت اصلا الاخبار، بروديوسر للاخبار. يعني بس دي كانت بالصدفه كمان. انا حشري من يومي حشري وفضول غريب عجيب يعني. وده من انا وصغير. مع الحشريه بتاعتي لدرجه دي انا مره فتحت التلفزيون وعايز اشوفه من ورا واصحى بالليل واحط الفيديو واتفرج على الفيلم لوحدي. كان الكبار ولا الصغار كنت اعمل كل حاجه لوحدي. فده خلاني لما درست ميديا بعدين درست ميديا درست ميديا واعلام وكل حاجه. استمر الموضوع لغايه ما كان في شركه انتاج بتعمل تشتغل، فرحت انا اشتغلت فور فري. عايز اشتغل اي حاجه، بس كان نوع من انواع اني احشر نفسي في التلفزيون او في البتاع، ما لكن في بالي انه برودكشن ولا. وشدت معايا. افتتحوا محطه في 2003 بسوريا. دخلت فيها محطه خاصه. من بعمل برنامج للصحافه، بعدين ابتديت فجاه لقيت البرامج عندي كلها شويه شويه صرت انا المسؤول عنها. بس كاني دخلت معهد يعني تدريب وتوت ازاي تبقى واحد عارف من ايه ازاي تنظم موضوع البرودكشن دي. هو برضه مش عارف انه ده اسمه يعني ان هو ده البرودكشن. وبعدين رحت على محطه لوكال بس كانت من دبي، فكان السكيل بتاعها كبير اكبر. في نفس الوقت كنت بضايق اللي حواليا بالحشريه والسرعه والبتاع والنو هاو. كان في النو هاو كده بيتراكم مع بعض. فجاه لقيت نفسي في MBC. ورحت كام بي سي تعمل كان ايه يعني؟ كنت بشتغل بالقطاع الدراما بالقطاع الدراما المسؤول عن يعني كنت بقرا بشوف وسيلز اكتر. كنت الديبارتمنت تبع السيلز ازاي تبيع يعني ما اعرفش انا ليه صرت سيلز اصلا بس تمام يعني كنت بشتغل حاجه. فبال 2012 قررت بقى خلاص طلعت انا وصفا زميلتي في MBC قلنا تعالى نعمل البيزنس بتاعنا الشركة. فعملنا شركه بس هي كان هدفها التوزيع. فتوزيع بين مسلسلات تركي بين مسلسلات اسباني بين حاجات كده مختلفه. فجاه قررنا انه احنا يلا ليتس دو سامثينج يعني. فابتدينا عملنا دراما اول مسلسل مع تاني فلغايه ما قررت انزل مصر. يعني انت مجنون انت هتروح فين بالحيتان دول؟ تنزل هناك مصر هياكلوك وهيضحكوا عليك مش عارف ايه. قرار جميل جدا. انا هنزل مصر. فانا كنت متعلق بمصر بطريقه غريبه. غير انه السينما والافلام والحاجات والمسلسلات كانت بالنسبه لي يعني حاجه مهمه. وعارف انه الصناعه في مصر مختلفه تماما عن اي قصه ثانيه خالص. هوليوود الشرق موضوع تاني اكيد. بس انا كنت جاي عشان انا ابقى مصري مش جاي عشان انا يعني فاهم علي. انا جاي تبقى زيك زيه ادوب في المجتمع هنا في المجتمع اللي جاي. فده ساعدني. كنت يعني انا قبلت كل حاجه فيها وهو اللي موجود في مصر مش موجود في اي مكان. صح. يعني
كصناعه انا لما دلوقتي حتى انت لما بتقعد مع الكرو بتاعك دلوقتي بتساله، يعني في ناس بتشتغل بطبيعيه في الشغلانه دي بره صعب انك تلاقيهم صح. يعني مين اللي بيعمل كلاك لغايه بتاع الكاميرا مان، الناس دول مهيئين وبيشتغلوها بطريقه ناتشرال يعني جينوين كده، ان فعلا الناس انا بيحبوا الشغلانه دي، تالنتد والله وهامبل تالنتد ومش جدا. موجودين. يعني احنا عندنا الحاجه دي ممكن تلاقي 10 اشخاص بيعملوا كده في مثلا في لبنان او سوريا، او هنا بتلاقي 100 شخص بيعمل كده. فعندك فايرتي، في عندك خيارات، في عندك اراء. المجتمع المصري غني، فده بيخلي انك انت عندك قماشه تقعد تفصل فيها اللي انت عايزه. غيرك بكل المجتمع المصري جدا، خلاني اقوى وخلاني اعرف لما تيجي مصيبه اعرف ازاي احلها بطريقه براكتيكال، ما اخسرش يعني الوقعات ما تكونش جامده، وفي نفس الوقت اعرف اوظف امكانيات الناس اللي قدامي. فبالنسبه لي ده بيعطيني سعاده غريبه. فعشان كده بحب يعني حتى بعمل مسلسل سعودي بعمله في مصر، مسلسل لبناني بعمله في مصر، وبرجع بقول لك ناتشرال، مش تلاقيها حاجه غريبه. صح. زي هوليوود، زي مثلا فرنسا، زي في حاجه كده في مطبخ باي ناتشرال طالع من هنا مظبوط. فده اللي مخليني متعلق، وده يعني متعلق مش عارف اوصفها ازاي، حاجه غريبه ساحره بالنسبه لي، بموت فيها. هروح لحفظي وهتكلم على انت راجل سيناريست ومنتج وكنت رئيس مهرجان القاهره، وانت انت ناس كتير قوي وتايتلز كتير جدا، بس هو حفظي في الاصل اللي هو المهندس اللي قرر يكتب سيناريوهات من الاول خالص. فعايز اعرف القصه بدات ازاي من الاول. لا هي بدات من قبل الهندسه صراحه. يعني انا احنا من شويه كنا بنتكلم على الشغف. ما الشغف ده لما جه ما جاش فجاه، جه اللي كان ليه اساس. انا من ايام المدرسه كنت في مدرسه امريكيه، وكان من المواد اللي انا اخترت ادرسها الادب المسرحي. فاكر كان المدرس بتاعنا كان مدرس امريكاني، راجل كبير في السن، بس الراجل ده كان ملهم جدا، حببني في الادب، حببني في المسرح، حببني في التمثيل. انا مثلت كتير في المسرح وقت المدرسه والجامعه. اوكي. يمكن الناس ما تعرفش ما اعرفش الموضوع ده. ما مثلتش ليه بعد يمكن كده؟ احسن انكم ما تعرفوش. هو بيمثل علينا لسه. ابويا بقى لما بعتني لندن بقى كده عشان ادرس هندسه يعني. بس حصل حاجه وانا في لندن غيرت مسار حياتي بقى تماما. ازاي؟ لان لندن بلد نادر جدا ان انت تقدر تخش سينما تتفرج على افلام كافه دول العالم. يعني هتلاقي كل يوم وكل اسبوع هتلاقي الافلام دي معروضه والافلام دي معروضه. واكتشفت تاريخ السينما، قعدت اقرا وعلمت نفسي وانا كنت شاطر في الكتابه، الكتابه الابداعيه يعني كريتيف رايتنج. طبعا عارف ان انا عندي دور معين لازم اعمله لما اخلص الجامعه وكده. فقلت الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها هي الكتابه، لان دي مش هقدر يعني ممكن اعملها وانا بشتغل حاجه تانية، ممكن اعملها في وقت الفراغ، ممكن اعملها بالليل. فكتبت سيناريو كده، وكان عندي حلم ان انا اخرجه وانا في لندن بميزانيه قليله جدا مع اصحابي ومش عارف ايه، وبعدين ما عملتوش يعني. المهم الفيلم ده بعد كده بقى هو بوابه دخولي للمجال، لما في مخرج طبعا استاذ طارق العريان كان اول حد يقرا سيناريو انا كاتبه، قال لي على فكره السيناريو ده كويس جدا، وانت يعني انا عندي فكره فيلم كده، وتعالى اقعد اكتبه معايا ونقعد نعمله. كان عندك كام سنه لما كتبت السيناريو ده؟ كان لا ده في وقت الجامعه، كان عندي 21 سنه. يعني 21 سنه 20 سنه. وبدانا السلم والتعبان، كان دي يعني البدايه، ومن ساعتها بقى كسيناريست يعني كسيناريست مش كمنتج خالص. مش كمنتج، لا. بعد كده بقى تيتو، بعدين ملاك برضه كسيناريست كل ده لغايه ما جيت في سنه 2005 ابتدى بقى الشباب كتاب عندهم افكار كويسه ابتدوا يجوا لي، مش عارف ليه مع ان انا مش منتج، وانا كنت بستقبل ناس وبقعد معاهم وبقابل يعني ناس كرييتيف جدا وكده. وكنت انا بقى في الوقت ده قلت خلاص انا عايز اعمل شركه الهدف منها انها تطوير النصوص، تطوير السيناريوهات، وان احنا نشتغل على تعليم حرفه كتابه السيناريو للناس. حتى كان معايا شريك في الوقت ده، وعملنا مشروع كده مع احدى القنوات يعني اللي كانت بتشتري افلام، عندها مكتبه افلام، وكانوا عايزين ينتجوا افلام لوجوه جديده. وبعدين انا وزي ما طارق قال، انا وطارق كنا عملنا مسلسل الكوميدي ده مع احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد وكده، وقلت خلاص يلا نعمل ليهم فيلم. وفي نفس الوقت وقررت تبقى منتج بقى، ان انت يلا انتج. وعملت برضو بعدها فيلم لعمرو سلامه، اول فيلم عمرو سلامه. فانت لقيت نفسك بالصدفه بقيت منتج. ما كانش الخطه في الاول، بس بدا من 2007 او 2008. بس عايز اسالك على الاول لما قررت انك هتخش في مجال السينما وانت عندك فاميلي بيزنس وبتشتغل مع باباك، تقبلوا ازاي الحته دي؟ ادوك سبورت ولا لا؟ عايز اعرف الحته دي. بص، هو في الغالب في الاول
ما صدقوش يعني الموضوع يعني هي تجربه يعني ممكن يعملها مره مش عارف ايه. بالتالي اتوقع ان هم ما صدقوش انها هتكمل بالطريقه دي يعني طبعا. لكن هم كانوا دايما بيشجعوني يعني، لان بالذات لما كانوا بيشوفوا ان انا بنجح، لكن كان دايما في قلق ان انا حياتي تتحول تقريبا انها تبقى لا ده مش مهندس عنده هوايه السينما، لا ده سينمائي عنده هوايه الهندسه. بس انت لسه بتشتغل في المصنع ولسه بتروح المصنع كل يوم؟ مش كل يوم لا يعني، مش كل يوم ده تقريبا وجودي ضيف شرف، تقدر تقول ضيف شرف على زي ما كانش كده في الاول. كان الاول 5 ايام، وبعدين 5 ايام اتحولوا ل3 وبعدين اتحولوا ل2. فانا دلوقتي يعني كمان انا بعد مهرجان القاهره كان في اوقات ما بروحش المصنع لمده شهر ونص. ساعات انت حاجه بتناديك غصب عنك، بتلاقي نفسك رحت في السكه دي وبس فيها، بس بعد شويه لازم تبتدي تعمل بلان، لان لو ما عملتش بلان برضه مش هتنجح فيها. طيب عايز اتكلم معاكم على لحظات الفرق في مشواركم الطويل. كل حد فيكم في لحظات معينه كان فيها نجاح جامد وكان مايلستون عند كل حد فيكم. فابتدي مع مشيش، مسلسل جراند اوتيل مش عندك انت بس، ده زي المسلسلات اللي عملت ضجه وعملت نجاح جامد جدا. عايزك تكلمني عليها. الحقيقه كان مسلسل بالنسبه لي كان في تحدي كبير، لانه كل الناس اللي كنت بشتغل معهم او حتى اللي كانوا عايزين يشتغلوا على المسلسل كانوا شايفين انه مش ده وقته، وده غريب وتفاصيله صعبه وما عندناش وقت والبادجت كبيره. كان في حرب داخليه وخارجيه على المسلسل ده، وحتى في نص المسلسل يعني في نص التصوير قالوا لي تعالى نوقف المسلسل لانه كانت تكاليفه بتزيد وتفاصيله بتزيد وسيلز وايز مش جايب زي ما نقول همه بالدرجه. وحتى انه بس لما طلع مسلسل وابتدى يعمل شويه يتسمع، وكنا خايفين طبعا انه هيسمع ولا مش هيسمع، الناس هتشوف اللي احنا شايفينه ولا لا. الفيدباك ابتدى يقوى ويكبر. كان كويس وكان نقطه تحول في حياتنا كلنا طبعا، وخاصه بالنسبه لي انا. بس انت كنت متوقع له هذا النجاح؟ انا كنت شايف ده 100%. بس انا قلت انه هو ده المشروع اللي هيخليه البوزيشننج بتاع الشركه بتاعتي بمكان اخر، هيعمل النقله اللي انت عايزها، وانا في مكان اخر. وده الحمد لله ظبط يعني. احيانا مش على طول تظبط التوقعات بس نجحت لانه كانت عناصر كويسه. صح. وبعد سنه ونص راح على نتفليكس كاول مسلسل عربي بيتعرض على نتفليكس. ايه سبب نجاح شغلك من وجهه نظرك؟ هل الاهتمام بالتفاصيل؟ هل اختيار الموضوعات؟ هل الميزانيات الضخمه والانتاج الجامد؟ ايه اللي منجح التجربه بتاعتك من وجهه نظرك؟ اختيار العناصر. كل حاجه مع بعضها. فقد ما كان الاختيار صائب زي ما بيقولوا او منسجم او فيه هارموني وكيمستري بين بعض، هتكون نتيجه كويسه 100% بغض النظر عن الفلوس. طبعا. هتكلم مع طارق شويه على SNL. ده واحد من اكبر لحظات الفرقه، وانا عارف قد ايه انت كنت مرتبط بهذا المشروع، وشفت البوست على فيسبوك وان قد ايه الموضوع ده بيعني لك انت شيء من الاول. احكي لي على SNL. انا لما كنت عايش في مدرسه في امريكا كنت في مدرسه عسكريه. في المدرسه دي كان لازم الساعه 10 نبقى في السرير، النور مطفي ونايمين يعني. يوم السبت كان في مكان كده اسمه الريك روم، ده اللي during the weekend و during the day يعني، ده اللي بنروح في تلفزيون نتفرج عليه، في ترابيزات بينج بونج، الحاجات دي كلها. كنا بنقعد نتفرج على SNL. وكان من وقتها كنت بحب البرنامج ده جدا، وكنت شايف ان هو حاجه دمها خفيف بصوره مش عاديه. لما جه قدامنا الاوبورتيونيتي ان احنا ناخد SNL ورحنا نيويورك وقعدنا مع الناس هناك، العالم العربي يعني، كان المنطقه الخمسه الاربعه التانيين اللي اتعرض فيهم SNL عمل ايه؟ نجح ولا لا؟ قالوا لي واحد نجح والثلاثه قفلوا. طب لا ربنا يطمنكم. طيب لانه يعني احنا جايين فور ذا نو هاو، هي دي الحاجه اللي فارقه معانا. كان ستيبس كتير قوي، لاني لو قعدت اتكلم على SNL كتير هناخد وقت كتير جدا. فSNL هو فعلا الديفينيشن اوف باشن. كانت من احلى تجارب حياتي. عملنا 53 حلقه. enjoyed every second of it. طلع بالطريقه اللي انت عايزها؟ لما النهارده بتبص على النتيجه النهائيه انت راضي تماما عن SNL؟ مفيش حلقه في SNL انا المنام بحط SNL بقعد اتفرج على سكتشات وكذا عشان اغير، لانه لا هو كان حاله. كان حاله بالنسبه لنا كلنا. كان برنامج مثير للجدل، وكان برنامج بيتصنف بشكل معين وبتاع. كان بيضايقك هذا التصنيف؟ كنت بتحس انه والاسره المصريه والقصص دي كلها، هل بتحس ان الموضوع ده كان بيضايقك؟ ما كانش بيضايقني، لانه
انا بحس انه كان مطلوب اصلا. في وقت عايزين حاجه زي في وقت نقد بناء وفي نقد هدام. النقد الهدام عمري ما بقف جنبه او عنده، يعني لانه بنشوف ناس بتقول حاجات وهي بتبقى بتعمل اصلا في حياتها عكسها وكده. احنا كان الفكره بالنسبه لنا ان احنا هنحاول ان احنا كل اسبوع ندي الناس جرعه لمده ساعه ونص تضحكهم في وقت كان صعب برضو. يعني احنا برضو بنتكلم الوقت اللي كان بيتعمل فيه SNL ما كانش برضو وقت ظريف او سموث او سلس او كده. بس برجع اقول لك لا، مفيش حلقه طلعت في SNL ما كناش كلنا راضيين عنها. هيرجع؟ هو سؤال صعب لانه هو في طلب ان هو يرجع، وده من الحاجات اللي هو كل يومين 3 الفتره دي بالذات اقول خلاص هرجعه، بعد كده ايه عقل يا ابني انت مش حمل الموضوع ده دلوقتي وبتاع وكده. كنت متوقع له هذا النجاح؟ مش عارف يعني، بس حقيقي فور شور اكتر بروجكت اي انجويد ات في حياتي. اكتر حاجه متعبه بس اكتر حاجه اي انجويد ات يعني جدا. ده حقيقي. طيب هتكلم على لحظات الفرق عند محمد حفظي وانا احترت بصراحه. يعني لما جيت بصيت على المشوار طويل ومليان حاجات كتير قوي مختلفه وملهاش علاقه ببعض. افلام كتير، افلام روائيه، افلام عربيه، افلام عربيه، افلام اجنبيه، كل حاجه. بنتكلم في ان 70-80% من الافلام اللي دخلت مهرجانات يعني دوليه او محليه بافلام محمد حفظي هي اللي كسبت هذه الجوائز. بتتكلم في رئاسه مهرجان القاهره، اصغر رئيس مهرجان القاهره في تاريخه. انت لما النهارده بتبص على المشوار ده كله، ايه اللي بتقف عنده بتحس انا راضي ومبسوط قوي على اللي حصل هنا؟ انا بعتز قوي بالناس اللي عملت معاها كذا عمل ناجح، شراكات ابداعيه ناجحه. لكن في محطات طبعا نجحت على المستوى الجماهيري اكتر من محطات تانية، ومحطات تانية ممكن تكون اخذت جوائز. مثلا فيلم افتتاح قسم نظرة الماء في مهرجان كان 2016 فيلم تاني، او ان فيلم زي يوم الدين اللي شاركت في انتاجه ما بقدرش اقول ان انا المنتج الاصلي بتاعه، لكن ان مره واحده نبقى واقفين في قاعه فيها 3000 واحد في المسابقه الرسميه و10 دقائق تسقيف بعد العرض، دي لحظات عمري ما هنساها طبعا. وافلام نجحت على المستوى الجماهيري. ايه اللي بيشبع رغبتك؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها؟ انت مش ورا الفيلم الجماهيري اللي هيكسر شباك التذاكر، انت بتعمل افلام بمزاجك، بتختار مواضيع معينه، عايز تطلع مخرجين معينين. يعني ايه الحاجه اللي بتشبعك وبترضي الحته دي عندك؟ هما حاجتين. اولا ان اشوف الفيلم ده كمان 5 سنين حد هيفتكره ولا لا، او المسلسل كمان 10 سنين هيبقى لسه موجود ولا لا. الشخص اللي عمله ده هيبقى مين كمان 5 سنين او 10 سنين. لان انا يمكن الافلام اللي عملتها 60% منها كانت مخرجين بيعملوا عملهم الاول، تدي فرص لناس. طبعا مثلا لما الاقي نفسي بتلقي دعوه ان انا انضم للاكاديميه الاوسكار مثلا، دي حاجه مثلا كانت لحظه فخر بالنسبه لي ان انا ابقى في وسط المجموعه دي. او ان انا ابقى عضو لجنه تحكيم في مهرجان زي فينيسيا مثلا، او يعني حاجات تانية كتيرة طبعا. لكن انا كل ده في الاخر صدقني مش هو ده اللي هفتكره. اللي هفتكره واحنا بنصنع المشاريع دي مع الناس الموهوبه اللي انا اشتغلت معاهم. يعني هو ده اللي بيتهيألي بيعيش، والذكريات لما تشوف بقى التأثير ده دلوقتي على اي حد بيتفرج. وانت مش هتفتكر النجاح، هتفتكر وانت بتصنع العمل نفسه، والناس اللي اتعرفت عليهم والناس اللي قابلتهم، حتى اللي ممكن يكون عدى ممثل اشتغلت معاه من 10 سنين ما اشتغلتش معاه تاني، بس في لحظه معينه انت فاكرها. لان انا مؤمن ان فعلا هو النجاح لو انت مش مقتنع انه عمل جماعي، ولو انت شايف ان انت بتصنع النجاح لوحدك، يبقى استحاله تكون هتكمل يعني. عايز اتكلم معاكم طيب على لحظات الضعف. انت بنيت اسم في مصر وعملت شركه وكبرت هذه الشركه ووصلت لحته كويسه جدا، واضطريت لظروف ما انك تبتدي من اول وجديد. ايه المايند سيت اللي بيطلعك من تجربه زي كده عشان تعرف تقوم من جديد؟ ما اعرفش، انا قلبت الصفحه وقلت هعمل ده. ازاي يعني؟ ما كانش عندي خيار. كان لازم اعمل كده. يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه تانية اصلا غير ده. وفي نفس الوقت في ميزه مع كل الظروف السيئه اللي بتتعرض عليها، بتلاقي انه انت عندك بوتنشال في كده، في السواد كده بتلاقي نقطه نور كده ظريفه. ففي ناس بتقول لك تعال نعمل، تعال نساوي، ايه رايك نعمل كده. والنو هاو مهم. يعني النو هاو هو المنقذ في اي حاجه. او التحولات الجديده. احنا اصلا من 2018 لدلوقتي
صار في البلاتفورمز هي المسيطرة، ابتدت الديماند صار أعلى بس بطريقة مختلفة. فدي استغلال الفرصة دي خلى الفرص عندك أحسن، والشطارة بقى أنك تستغلها وتعرف تطلع من عنق الزجاجة زي وبتعتبر نفسك محظوظ انك عدى عليك موقف زي كده؟ أنا محظوظ جدا. أنا محظوظ أني ما وقفتش ولا لحظة من وقت ما اشتغلت الشغلانة لغاية دلوقتي، ما وقفتش ولا يوم. طارق، متفق على قصة الفشل أو الانكسار أو عياط يعني إمتى حسيت إنك فشلت؟ والفشل ده ممكن يبقى من إن أنت عملت مسلسل كنت فاكر إنك هتخش بيه تكسر الدنيا وما ينجحش النجاح اللي أنت عايزه، أو من إن أنت فشلت في إدارة أزمة معينة أو خدت قرار مش صح أو خسرت ناس معينة. إمتى حسيت في موقف معين بفشل ما؟ بص، لا، فكرة القرار الغلط ده برضو ده جزء من الشغلانة. يعني عمر أصلا انت بتشتغل شغلانة، انت بتاخد في السنة 3-4 آلاف قرار. يعني مش انت بتاخد في اليوم 10-15 قرار. انما اللي ممكن اقول وقفت عند حتة معينة لما، ودي الحمد لله حصلت مرة واحدة، يعني ما احبش اخش في تفاصيلها، بس وافقت على حاجة مش شبهي. ودي طبعا ندمت عليها ندم كبير. طلعت منها متأكد انه لا، اللي انت بتعمله كان صح، الطريقة بتاعتك صح، كمل بالطريقة دي. لان حتى بعيد عن المردود المادي او المعنوي للنجاح، المردود النفسي للإنسان بيفرق كتير قوي لما بيعمل حاجات هو مقتنع بيها تماما يعني. ونجحت مبدئيا ولا لا؟ مبدئيا نجحت جدا. وعايز اقول لك على حاجة، ودي حاجة غريبة قوي، انا من انجح الحاجات اللي عملتها في حياتي ما كانتش هي اكتر حاجات بتجيب مردود مادي، والعكس. بس اجان بيتهيألي ان انا ستيل لغايه النهارده بقدر احافظ على البالانس بتاع انه النجاح المعنوي المعنوي والمادي. اجابه حلوه، الله يخليك. الصراحه بصراحه حط عليا من قبل ما اتكلم. انت قفزي برضه راجل التحديات والمغامرات يعشق المعنوي بقى. المعنوي، اديله في المعنوي، اديله في المعنوي وانا احبك. المادي بعدين. مرة جاب لي سجادة حمراء. والله هدايا عيد ميلادي سجادة حمراء بجد والله. سجادة 30 متر من كنت في LA فعلا. بحب السجاجيد الحمراء، قلت جيب له واحده خليها خد السجادة دي مرمك نفسك فيها في البيت وتعالى نبتدي نحب اللون الاخضر اكتر. بيتهيأ له ان هي 30 متر، بس هو عنده عارف زي رجاله كتير كده عندها يعني هلوسينيشن الحجم. اكبر تحدي اديته لنفسك وخسرته؟ اصل الخساره بالنسبه لي على كذا مستوى يعني. انا ساعات في خساره ماديه ممكن اكون ندمان عليها لسوء اداره مشروع مثلا، او لاختيار مشروع غلط. اللي بيتهيألي بندم عليه اكتر ان انا اقول انا يا ريتني ما عملت العمل ده، مش بس الاسباب الماديه، بس ان انا زي ما طارق بيقول كده العمل ده لا يمثلني. الحاجات اللي الواحد تجارب كده الواحد نفسه يخرج منها، يقول انا لازم اعرف امتى اقول لا. يعني ما افضلش اقول طب خليني اشوف الموضوع هيروح فين. ده اتغير وبقيت بتاخد هذا الموقف، ولا ده لسه بتحس ان بيورطك بشكل؟ اكذب. بحاول اتعلم ده طبعا. بقول لا يعني طبعا اهم حاجه الواحد يبقى صريح مع نفسه. انا عايز شايف ان العمل ده يستاهل ان هو يتحط وراه الامكانيات دي والوقت ده والفلوس دي والتعب ده، ولا من الاول كده لازم اقول للناس يا جماعه احنا بنعمل حاجه مش قد المستوى. صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي ممكن يكون نوع من الفشل اللي انا مش عايز اتطرق اليه كتير، بس هو يعني احنا ليه بنتكلم بس على الفشل المهني؟ ما هو انت ممكن تكون نجاحك في شغلك ده بيخليك فاشل في حاجات تانية. فشلي في مثلا تكوين اسره، او في ان انا يبقى عندي اهتمامات حتى خارج الشغل بتاعي. يعني مثلا انا نفسي بقالي كتير ما جربتش متعه السفر من اجل السفر. فكره ان انت تقفل تليفونك مثلا لمده 48 ساعه. طيب هو الناس دي فاهمه كويس قوي انا بقول ايه. يعني مش عايز اصعب على حد، لان احنا الحمد لله عندنا حاجه كتير. يعني لو اي حد بيقول ان هو بيحاول يتمسكن ابقى ما عنديش دم، لان احنا الحمد لله ربنا كرمنا بحاجات كتير جدا طبعا. بس لا، احنا في جزء من حريتنا مسلوبه منا بارادتنا، ممكن يكون بارادتنا بس هي مسلوبه منا. فانا فشلت في ان انا امتلك وقتي، ان انا امتلك قرارات في بعض الحاجات، ان انا اعمل حاجات على المستوى الشخصي تهمني او المفروض انها تهمني. ان انا على فكره انا كل اللي بقراه سيناريوهات. انا زمان كنت بقرا
كنت شخص عندي نفس المشكله دي كنت كتير بعتبر نفسي لحد ما مثقف. يعني انا دلوقتي حاسس ان ثقافتي كلها جايه من سيناريوهات معظمها رديئه جدا، فبالتالي الخزان التانك اللي جوايا انا محتاج يتملي، اللي هو الشغف الاصلي بقى جه منه. لا ده ابتدى يفضل. لا وبقيت لما اجي اقرا حاجه تانية مش سيناريو ابتدي وانا بقراها عمال افكر هو انا ينفع اقلبه فيلم ولا ده ينفع يبقى مسلسل. الموضوع ده تقيل جدا لان فعلا انا من الحاجات المفتقده بشده فكره انك تقعد تقرا لمجرد القرايه بس. زي كمان لما بتتفرج على اي فيلم او على اي حاجه بالظبط تتحول لنقد غريب عجيب، وده عملوها ازاي وده، فبتنسى متعه انك تتفرج على حاجه وبتبقى عارف النهايه على فكره، لان انت ما انت علشان قاري كتير قوي واشتغلت كتير قوي فانت عارف ان لازم هيحصل هنا كده ولازم في الحته دي. انا في ناس من صحابي ما بيحبوش يتفرجوا معايا على حاجه غير لو وعدتهم هفضل ساكت يعني ما. ايه اكبر الحيطان في طريق الفيلم او المسلسل المصري النهارده من وجهه نظرك؟ انا مش هكذب عليك، انا قلقان جدا. حاسس ان احنا بننعزل اكتر عن العالم. حاسس ان في دول تانية حوالينا بتاخد خطوات اسرع واكبر سريعه جدا وقفزات كبيره جدا وبتنفتح انفتاح كبير جدا. حاسس ان في مواهب كتير في مصر وفي امل كبير قوي ومحتاجه فرصه انها تبدع ومحتاجه دعم ومحتاجه، ومش بتكلم على الدعم المادي على فكره، انا بتكلم على الدعم اللي يساعد الناس انها تبدع. وحاسس ان احنا محتاجين ما نخافش ان احنا نناقش كل حاجه. مش بتكلم بس على الرقابه، على فكره الرقابه الرسميه بقيت احس انها اقل حده من الرقابه المجتمعيه او رقابه السوشيال ميديا. وبشوف ان احنا لازم نبقى داخلين على مرحله كمان يبقى في تقبل شويه للاختلاف او الاختلاف. الاختلاف ان مش لازم كل الدراما تبقى لون واحد، مش لازم كل السينما تبقى لون واحد. وفكره ان احنا الرياده عندنا فننام على الفكره دي ده اكبر خطر. لا بمنتهى السهوله المصاب ده يتسحب في بالظبط. اكبر خطر ان احنا نقول ان احنا عندنا التاريخ واحنا احنا صحيح عندنا التاريخ وصحيح عندنا الرياده وصحيح عندنا المبدعين والفنانين، لكن ما ننامش على ده. لا خلينا نشتغل اكتر وان القوه الناعمه بتاعتنا فعلا تبقى مؤثره وتستمر الاجيال، مش نبص تحت رجلينا او مش نبص لورانا يعني. ده حقيقي. مشيش عايز اسالك مثلا على السينما الايرانيه او الدراما التركيه كنت بتتكلم من شويه، ايه اللي مميز بلاد زي كده وعارفين يتنافسوا عالميا ويبقوا موجودين على الخريطه بشكل مختلف تماما اللي مش موجود في المجتمع هنا او مش موجود في مصر؟ الاستمراريه والطلب والديماندز. هناك في عندك انت المحطات اللي هي بتتحكم بالكونتنت مش اي حد تاني. يعني في عندهم الناس في حاجه حلوه في تركيا بيعملوها ان هم بيحكموا على المسلسل ده هيستمر ولا لا، في ريتنج في تصويت اسبوعي على المحطه. فانا كمنتج هناك بعمل اول حاجه بروح بصور 3 حلقات. ال3 حلقات المتصورين دول هم اللي بيحكموا ان انا هكمل ولا لا، وبكون عامل بلان ل 13 حلقه. فال3 حلقات اللي بيحكموا انه انا استمر ال 13 ولا انه مش حلوين اوقف المسلسل دايركت او اوقف اي حاجه. فده خلى الكنترول بايد المشاهد نفسه، فخلى انه قريب من الناس. وفي حكم البشر شبه بعض يعني، فاللي بينجح في تركيا هينجح عندنا. طيب هاخد من التحديات والحيطان وكل اللي اتكلمنا عليه وهتكلم على الحاضر وعلى المستقبل وعلى شايفين اللي جاي ازاي وكل حاجه. واسال طارق، انتوا ودوركم كمنتجين كبار وكناس مؤثره، ايه اللي ممكن تعملوه عشان تفضل مصر رائده وتفضل بتقدم منتج كواليتي بتاعته كويسه وتقدر تصدره عالميا؟ بص يمكن انا متفائل اكتر شويه. انا شايف انه في مينيمم مش عمره ما هيتغير في مصر. هيفضل دايما المنتج المصري دومينيتنج في الريجن. انت شايف كده؟ جدا. انما شايف ان هو بايدينا احنا اللي نقدر نحافظ على الاستمراريه دي ونوسعها، ولا هنقف عند المينيمم اللي موجود. يعني في العالم كله دلوقتي بقى في جمله local is the new international. انت النهارده عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نقعد نتفرج على مسلسل كوري صح. او على مسلسل اسباني ونتابعه ونستنى السيزون اللي جاي نازل امتى وبتاع. انا الفتره دي فتره مهمه جدا، ودي فتره لو احنا فضلنا قافلين على نفسنا بالطريقه دي هنفضل نكلم بعض دايما، وايل ما الانترناشنال ماركت اتفتح تماما طالب يعني تماما. في جمله دلوقتي بقت بتتقال في هوليوود انه اكتر انسان مش لاقي شغل في هوليوود دلوقتي هو ستريت وايت ميل. من كتر ما بقى دخول الفورينرز ودخول الديفرنت ايدنتيتيز بقى مطلوب جدا. انت بقيت بتشوف حاجه زي مو ولا رامي ولا بتاع
بتنجح جدا، وبقى كل اللي بره برضو عايزين كده. فانا بالعكس انا شايف ان احنا عندنا opportunities مهمه قوي قوي الفتره اللي جايه. عرض والطلب موجود، بس هيفضل برضو اتليست لل10 سنين الجايين التالنتس اللي على الارض. ما بنتكلمش بس على التالنتس كممثلين او مخرجين او منتجين، بنتكلم على عمال الاضاءه، وبنتكلم على الكاميرامانات، وبنتكلم على الدي او بيز، وبنتكلم على مهندسين ديكور وعمال الديكور. حجم التالنتس اللي موجود في مصر ما يتقارنش كبير بحاجة جدا تانية. وما يتقارنش طبعاً. بحته تانية. فعندك الاوبورتيونتي انك تقدر تفضل تكبر وتبني على الموضوع ده. وحقيقي تبقى حاجه محزنه جدا لو ما استغلناش الوقت ده، لان التوقيت ده احسن توقيت انا في رايي معدي على الصناعه دي. وانتم متفقين انتوا الناس اللي هتحقق ده، يعني انتوا بشغلكم وبافكاركم ده الواجب علينا. يعني ده الواجب. مش احنا لوحدنا بس طبعا، احنا اكيد حريصين على ده طبعا. لما بتبص النهارده للمشوار وبترجع تبص على الطريق كله، هل ده اقصى طموحك؟ هل ده اللي انت وصلت له اللي انت كنت عايز توصل له، ولا لسه في احلام تانية وعايز تعمل حاجات تانية لما بتبص لقدام؟ اكيد كلنا حاسين ان احنا لسه في البدايه، يعني احنا لسه في حاجات كتير قوي. لسه حاجات كتير قوي. نفسك في ايه؟ نفسك تعمل ايه؟ يعني لما مشيش بيتكلم مثلا على الدراما التركيه وازاي الدراما التركيه قدرت انها تغزو العالم كله. انا مش من هواة الدراما التركيه، انا شايف ان احنا ممكن نعمل احسن من كده. انا شايف ان السينما احنا ليه برضو لحد دلوقتي ممكن تلاقي فيلم اللي بخاطب الجمهور المصري مش شرط يكون هو اللي بخاطب الجمهور الاجنبي. يعني انت ممكن تعمل فيلم يعجب الناس محليا وفي نفس الوقت يعجب الناس دوليا عالميا. فاحنا لسه قدامنا افاق ما عدناش ايدنا عليها وما حطيناش ايدنا عليها وحواجز ما كسرناهاش. والدنيا ابتدت تفتح دلوقتي اكتر ان احنا وزي ما انت بتقول، بس مش بس المنتجين. احنا لما جينا ومش عشان حاجه احنا اللي عملناها، بس ام شور ان ده حصل معاكم برضه. احنا لما جينا نعمل سوتس السنه اللي فاتت، كان في راجل شغال في بلاتفورم معين كده اجنبي، قعد يقول لي طب تعالى اعمله في دبي. اقول له بس انا عايز اعمله في مصر. يقول لي ما حدش هيصدق ان هو في مصر. ابتدينا نبعت له صور محامين بجد مصريين موجودين شكلهم عامل ازاي وبيلبسوا ازاي، ونحكي له دول بينزلوا يخرجوا يعملوا بالدولار. بالظبط كده. ما كانش فيه الاقتناع. ففكره كل ما هتعمل انواع مختلفه، زي ما مشيش كان بيقول على انت محتاج كل اللي موجودين يبتدوا ياخدوا ريسكس اكتر. ما هو مش هينفع احنا بس نفضل ناخد ريسكس. ايه المشروع اللي جاي؟ ايه الحاجه الكبيره؟ انت عرفت تجيب SNL، عرفت تجيب سوتس، ايه الحاجه الكبيره اللي طارق جنيني نفسه يجيبها مصر؟ لا ما انا مش هقول لك. بس في حاجه في دماغي. في حاجه حاببها قوي واكسايتد عليها الموضوع ده. قال لك عليها؟ لا هو بعد ما احنا نمشي. لا حفظي اللذيذ اللي فيه ممكن باين له نسي. انما لا في حاجه في دماغي اكسايتد عليها جدا وربنا يسهل. بس هتقول لنا اول ناس. اقول لك ماشي. ماشيش نفسك في ايه اللي نفسك تحققه؟ ايه اللي واتس نيكست؟ ايه اللي جاي؟ انا عايز ناس تحط رجليها على الارض، تفكر صح في الارقام والحاجات والحاجه الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها، عشان نحافظ على الصناعه دي ونكون شويه منطقيين. حفظي عايز اسالك اخر سؤال على هترجع تكتب تاني امتى؟ والله ده انا ليه؟ ده انا مسلسل سوتس كتبت فيه حلقتين. عملتها ازاي؟ لا والله مش حاجات ايه ده. لا هم يعني لا والله بص انا عايز ارجع اكتب تاني والله، بس محتاج شويه وقت وشويه تركيز كده في ان انا يعني اوفر الوقت ده. فان شاء الله قريب يعني. انا همضيه حاجه بشرط جزائي تقيل شويه، وهو هيبقى عارف ان انا ايه مش هرحمه يعني. فاول لما يعمل كده اوعدك حفظي انزل له حاجه بشكركم جدا على القعده الحلوه دي، وانا شخصيا استفدت. انا حد بشتغل في البرودكشن وفي الميديا، وطبعا يعني لسه ان شاء الله نبقى زيكم في يوم من الايام، بس ان انا نفسي ابقى في يوم من الايام يمكن ننتج مسلسل، ننتج فيلم مع البلاتفورمز و تنصحوني انا بايه لو النهارده انا عايز ابتدي في هذا المجال واخشه؟ لو عايز اسمع نصيحه من كل حد منكم، طبعا الناس اللي بتتفرج علينا، بس زي ما انتوا بتقولوا من شويه ما حدش بيتولد نفسه يبقى منتج او عايز ابقى منتج من الاول، بس النهارده تقولوا لي ايه لو عايز ابتدي في السكه دي؟ حب الحاجه اللي انت عايز تعملها، حبها وفكر يعني ازاي الناس اللي هتشتغل معاك على الحاجه دي يكونوا عندهم نفس الايمان في البروجكت ده او في الحاجه اللي داخلين نعملها. واكيد لازم تحسبها ماديا يعني ما تتورطش. حفظي خليك منفرد بافكار مش شرط تيجي على ذهن كل الناس، ما تقلدش واعمل الحاجه اللي انت بتحبها واستنى سنتين نعمل شويه فلوس وبعد كده فكر تخش المجال. بس كده. طيب
بص في حاجه دايما بعملها و I think it works well معايا، وانصح اي حد عايز يخش في الشغلانه دي يعملها، ان هو يبص دايما على المشروع مرتين. مره من منظور المنتج، انه وانت جوه الصناعه شايف ان الصناعه محتاجه المشروع ده، المشروع ده ينجح جماهيريا، ينجح ماديا، مفيش حاجه شبهه، ففي حته فاضيه ينفع ان هو يخش فيها. وتعمل كده برضو كمشاهد، كمتفرج. انت كمتفرج او كمشاهد will you enjoy this؟ هل هتبقى looking forward ان انت تنزل تروح تتفرج عليه في السينما او تتفرج عليه في التلفزيون او على بلاتفورم او بتاع؟ لا، المشروع اللي يفت في الحتتين بتفاوت البرسنتجز يبقى ده مشروع يستحق يتعمل. دي نصيحه كويسه. بشكركم تاني على القعده الحلوه، وبشكركم ان انتوا 3 من اكبر المنتجين في مصر قعدتوا مع بعض وفتحتوا قلبكم واتكلمتوا ويشيرد التجربه بتاعتكم من الاول لحد النهارده. احنا انبسطنا جدا. احنا مبسوطين. انا كمان كنا عايزين ده كمان. ده حلوه اللمه، متشكرين على اللمه. ولو عملنا مشروع احنا الثلاثه مع بعض بعد القعده دي هنعمل نسبه فيه. ليك ده ممكن تحط له شكر، ده الفرق ما بيني وما بينك. الفرق ما بيني وما بينه انا احط لك شكر على التتر، هو دخلك بنسبه اوريدي. انا هطلعه في المسلسل. شكرا ليك، واتمنى الناس اللي تبقى تتفرج علينا وكانت عارفه اسامي ال3 منتجين الكبار دول عرفت قصصهم وحكاياتهم وازاي وصلوا للحته اللي هم فيها النهارده. انتوا كمان الناس اللي تتفرج علينا ايه الحيطان بتاعتكم وهتتخطوها ازاي؟